تشرين الأول تتعرض مناطق الدفاع المشروع متينة، آباشين وزاب إلى قصف بالأسلحة الكيماوية من قبل الفاشية التركية، وعلى أثرها استشهد 17 رفيق ورفيقة من أبنائنا وبناتنا في قوات الدفاع عن الشعب غيرنا. في دورنا نحن مجلس عوائل الشهداء ندين هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الفاشية التركية في جبال كردستان، مؤكدين بأن هذه الهجمات على جبال كردستان هو استهداف لإرادة شعوب المنطقة جمعاء، كون غيرنا هم أبناء شعوب المنطقة. كما نستنكر الصمت الدولي حيال التجاوزات التي تمارسها الفاشية التركية بحق شعوب المنطقة، فقد تمادت كثيرا بارتكابها المجازر في سوريا والعراق وكردستان وتركيا، وآن الأوان كي يحدد المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان موقفها من التجاوزات التي ترتكبها تركيا وتضع لها حدا بنفس الوقت. نحن مجلس عوائل الشهداء نؤكد بأن غيرنا في منطقة آباشين ومتينة وعموم جبال كردستان هم أبنائنا يدافعون نيابة عن شعوب المنطقة ضد مشروع تركيا الاحتلالية التي تريد فرض هيمنتها على المنطقة. الخزي والعار للفاشية التركية، لا للصمت الدولي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شاهين ناظر.